ممكن توضحون هذه المسألة، لأن هذه المسألة حقيقة مصورة ومن هذا الروم، وحقيقة نحن لا نفهم. يدعو إلى النار ولكنها ليست النار، ليست جهنم. أي طيب ما هي نوعية هذه النار التي يدعو إليها الفرقة الباغية وعلى رأسها معاوية بن أبي سفيان؟ يا حبيبنا يا الصميدة، هذه المسألة ممكن تكون تافهة لديك، لكنها ممكن تكون شيء لي، فممكن أنها تعلمني ما هي النيران التي يدعو إليها الفرقة الباغية التي هي بقيادة معاوية بن أبي سفيان. طبعا هذا نص قول رسول الله صلى الله عليه وآله، وأنا لم أتجاوز ولو بحرف واحد. أنت تسأل عن مسألتين صح ولا لا؟ أو تسأل عن مسألة واحدة؟ نعم، ممكن أنها تكون تافهة لدي. طيب لدي، لكن تعني لي الشيء الكثير. أي نعم، ممكن أن تكون مسألتين. كيف أنه تتبعون شخص أو تترضون وتتبعون على شخص قد ثبت بنص قول رسول الله صلى الله عليه وآله بأنه يقتل عمار، وبأنه أيضا يدعو إلى النيران. طيب، وأيضا أريد أن أسأل عن بالأمس طبعا صار هنا حوار، وقال بأن هذه المسألة ليست تعني جهنم، النيران لا تعني جهنم. تسألني الآن عن كلام محمد جعفر أو جعفر الصادق يعني زميلنا الإداري، أو تسألني عن الحديث. ممكن تسألني عن الحديث، فهل تسأل عن معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم يدعونه إلى النار، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار؟ هل تقصد هذا؟ يعني حدد موضوع واحد إيه نعم حبيبي، أنا أسأل على الاثنين. يعني أعتقد هذا السؤال الأول يحتاج فقط ربع مايك. مسألة محمد أو جعفر الصادق يحتاج أعتقد ربع مايك، يمكن أنه الشخص يقدر أنه يجيب لي. وأيضا أريد أن أفتح نقاش حول هذه المسألة، كيف أن شخصا مثل معاوية. طيب أنا ودي أفهم منك، أنت وش فهمت من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يدعونه إلى النار؟ يعني ودي أفهم أنت وش فهمت من هذه اللفظة في مايك واحد فقط. يدعونه إلى النار، يدعوهم إلى الجنة، يدعونه إلى النار. تفضل بس. طيب أنا ودي أفهم منك، أنت وش فهمت من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يدعونه إلى النار؟ يعني ودي أفهم أنت وش فهمت من هذه اللفظة في مايك واحد فقط. يدعونه إلى النار، يدعوهم إلى الجنة، يدعونه إلى النار. تفضل بس. يا الله، اللهم صل على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم الأبدي السامد على دائم من الأولين والآخرين. طبعا في قاعدة تقول من أشكال المشكلات توضيح الواضحات. من أشكال المشكلات يعني، طيب شنو اللي تريدني أفسر لك من مقولة هم هو يدعوه إلى النار طرق الباغية، وأيضا تدعو إلى النار. يا الله، اللهم صل على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم الأبدي السامد على دائم من الأولين والآخرين. طبعا في قاعدة تقول من أشكال المشكلات توضيح الواضحات. من أشكال المشكلات يعني، طيب شنو اللي تريدني أفسر لك من مقولة هم هو يدعوه إلى النار طرق الباغية، وأيضا تدعو إلى النار. أمير المؤمنين علي عليه السلام معروف من هو، وقال فيه يعني لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. وبطبيعة الحال معاوية بن أبي سفيان قاتل أمير المؤمنين عليا عليه السلام. وبطبيعة الحال طبعا معاوية
يدعو إلى نيران جهنم. طبعا هنا الظاهر أنه لا رافضي ولا شيخ ولا كبير ولا صغير يعني، وهذا ديدنهم. على كل حال سوف لا التفت إلى المتواجدين هنا. الآن اتفضل يا حبيبنا الصميدع، أتكلم حول موضوعنا اللي احنا نتكلم حوله: كيف تتبعون من يدعو إلى النار؟ لا تحاول تتشعب، سؤال واحد واضح جاوبني عليه. ما أبغاك تتشعب رجاء، ما أبيك تتشعب. عندي سؤال واضح، أنت سألت وأنا الآن أسألك عن فهمك أنت، فالتزم بفهمك. لا تدخلنا في حديث ثاني أمير المؤمنين ما يحبه إلا مؤمن وما يبغضه إلا منافق. لا تدخلنا في حديث ثاني نلتزم بصحته من ضعفه ومن معانيه. نحن الآن في حديث عمار يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار، فسر لي فهمك له. لا تقولي واضح، إذا واضح خلاص راح رومك، لا تجي مدهجة حق إيش تسأل أجل. أجبتك حبيبي، أجبتك. يعني هل فيها مسائل مثل ظهور الشمس في السماء، هل يحتاج مثلا شرح هذه المسألة؟ يعني معاوية، يقول الرسول: معاوية يدعو فرقة طاغية تقتل عمار وتدعو إلى جهنم، إلى النار. هذه ليست إجابة، أنت ما أجبت، أنت أعدت السؤال مرة أخرى، يعني ما هي بإجابة هذه. رجاء التزم بالإجابة. تعرف قل أعرف، ما تعرف قل والله أنا على ظاهر هذا اللفظ بس ما أعرف يعني وش معناه، ما أعرفه. والله يعني مسألة غريبة، يعني ما أعرف. على كل حال أكملك. يا الله، اللهم صل على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. حبيبي، أنا أتحدث حول كيف تتبعون وتترضون شخص يدعو إلى النار، أمثال معاوية بن أبي سفيان، الذي ثبت بأدلة نقلية قطعية ثابتة عندكم وصحيحة بأنه قاتلا للصحابة. وأيضا وبطبيعة الحال أيضا أخبرت بأن يوجد مقولة تقول: من أشكل المشكلات توضيح الواضحات. فسؤال أعتقد واضح جدا للجميع، الجميع الموجودين هنا أصبح السؤال واضح. تفضل حبيبي، لك المايك، أجب عن سؤال. أيوة، أنت انتقلت من السؤال، أنت قررت المعنى، أنت قررت الآن المعنى ثم انتقلت إلى ملزم المعنى أو التزام المعنى. أنت قررت معنى ثم انتقلت إلى التزام هذا المعنى وقلت: كيف تتبعون معاوية؟ وإلى الآن لم تجب ما معنى يدعونه. تقول من أوضح الواضحات تفسير البينات أو الواضحات أو توضيح الواضحات. طيب، الآن عندنا كلمة تحتاج إلى فهم. ما معنى يدعونه؟ وما معنى النار هنا؟ ما المقصود بالنار؟ تقول من أوضح الواضحات تفسير البينات أو الواضحات أو توضيح الواضحات. طيب، الآن عندنا كلمة تحتاج إلى فهم. ما معنى يدعونه؟ وما معنى النار هنا؟ ما المقصود بالنار؟ يا الله، اللهم صل على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. حبيبي، أنا سألتك أكثر من مرة، النار نار جهنم، واضح؟ وإذا عندك خلاف هذا القول تفضل أثبت ذلك. يدعونه يعني إلى النار. من أشكال المشكلات توضيح الواضحات. يعني أعتقد الحديث واضح جدا. إذا عندك مثلا تفسير لهذا الحديث تفضل نستفد. كيف تتبعون فئة باغية
قاتلت أمير المؤمنين عليا عليه السلام، وأيضا ثبت بدليل نقلي قطعي بأنهم يدعون إلى النار، يدعون إلى نار جهنم، أي يدعون إلى الباطل. تفضل لك الماء. ممتاز ممتاز. أنت تقول إنك ما تعرف معناها، أنت فتقول علمنا. يدعونه إلى النار، يدعونه إلى سبب الدخول في النار، أي إن هذا الفعل الذي دعوا عمار له هو سبب في إدخاله النار، وهو يدعوهم إلى الجنة، أي سبب الدخول في الجنة. يعني هل عمار طاعته مدخلة للجنة؟ وهل طاعة معاوية مدخلة للنار؟ إذا التزمت بالشطر الثاني فأنت تلتزم بالشطر الأول. هذا لا يقوله أحد من المسلمين أبدا، أن طاعة عمار مدخلة قطعا الجنة، وكذلك يلزم منها الشطر الثاني، أن ليس مقصوده أن طاعة معاوية مدخلة قطعا النار. عرفت؟ هذا معنى الحديث، هو سبب الدخول في النار. وهي ماذا؟ وهي مشاقة علي بن أبي طالب أمير المؤمنين. فإن مشاقة الأمير، طبعا أنا الحين لابد أني أكثر المايكات عشان قاعد أشرح. مشاقة الأمير هي سبب في الدخول في النار، هي سبب، لكن هذا السبب هل يلزم منه وقوعه؟ لا يلزم. مثل المطر سبب للإنبات، لكن هل يلزم وجود الإنبات بوجود المطر؟ لا طبعا لا يلزم. معنى يدعونه إلى النار أي يدعونه إلى سبب الدخول في النار، سبب الدخول في النار. هذا هو معنى يدعونه إلى النار، لأن من سبب الدخول في النار هي مشاقة والخروج على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، سبب. وليس معنى الحديث أنه قطعا هو الدخول في النار، لأنه لو قلنا قطعا الدخول في النار للازم منه الشطر الأول، وهي طاعة عمار، وعمار ليست طاعته قطعا مدخلة للجنة. فعمار يدعوهم إلى سبب الدخول في الجنة، وهي طاعة علي بن أبي طالب، سبب، لأن عليا هو أمير المؤمنين قطعا بلا شك. وهم يدعونه إلى النار، يدعونه إلى سببها، والسبب لا يلزم منه وجود النتيجة. ضربت أنا مثال على المطر سبب للنبات، لكنه لا يلزم وجود النبات بوجود المطر. قد ينزل المطر ولا يوجد نبات ولا تنبت الأرض. أنا أظن أنك ما تبي أعيد الكلام، أنا أظن أنك تريد وقت لتبحث أكثر، لكن تفضل، هذا ما لدينا، تفضل. يا الله، اللهم صل على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على دائه من الأولين والآخرين. طيب أنت ما جئت بشيء جديد يعني. ما جئت حتى مع هذا تفسيرك أيضا. معاوية ومن كان تابع لمعاوية أثبتت أيضا بأنهم يدعون إلى النار. هل أنا كلامي فيه خطأ أو كذب؟ هل هم يدعون إلى النار أم لا يدعون إلى النار؟ هم بطبيعة الحال سوف يدعون إلى النار. وعمار الذي قتل من قبل هذه الفرقة الباغية، واعتقد أنتم أيضا تطعنون في الصحابة، تقدسون أناس يقتلون الصحابة أمثال هذا الشخص. الآن يعني الذي يقتل شخص من المهاجرين الأولين لا يدخل ولا يدعو إلى النار، فكيف الذي
يعني ما أعرف كيف أنه تترضون وتأخذون دينكم عن هكذا أشخاص، وأنت بطبيعة الحال لم تصل إلى أي شيء. الثابت في هذا الحديث بأن فرقة معاوية باغية، وقتلت أيضا الصحابة، وقتلت أمير المؤمنين علي عليه السلام الذي يقول فيها رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. واضح؟ وثبت أيضا بنص قول رسول الله بأنهم هؤلاء يدعون إلى النار، ولا تستطيع أن تقول العكس على الإطلاق. فالآن السؤال: كيف تتبعون وتأخذون وتترضون عن من يقتل الصحابة وخرج على إمام زمانه وقال فيه أيضا رسول الله صلى الله عليه وآله: يعني لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق؟ تفضل لك المايك. أنت طلبت شرح الحديث وأنا شرحت الحديث وقلت الحديث هناك مضمر، وهو ماذا؟ سبب الدخول إلى النار. أنت ما استطعت لا أن تخطئ قولي ولا أن تأتي بفهم جديد للحديث. ما استطعت أن تقول لا خطأ السبب هنا ما يليق في السياق، يليق مثلا شيء آخر. ما استطعت. ولم تستطع أن تشرح شرحا جديدا للحديث، لأنك لو تشرح شرحا جديدا غير ما ذكرته أنا سوف يظهر الخلل في الفهم. فأنت قمت وأعدت الحديث مرة أخرى، قلت لا أنت ما جبت شيء يا الصميدع، الحديث يقول يدعونه إلى النار. هذه مصادرة على القول. نحن نبحث في معنى يدعونه إلى النار، لا نبحث في إعادتها مرة أخرى، لا نبحث في إعادتها. أنا ذكرت أن معناها السبب، سبب دخول إلى النار، ثم أنت لم تأتي بشيء جديد. قلت لا هذا خطأ. طيب ما الصواب؟ قلت يدعونه إلى النار. ما هذا هو المبحث الذي نبحث عنه، نبحث عن معناه. فلم تأتي بجديد ولم تخطئ القول وتبين علته. نحن نبحث في معنى يدعونه إلى النار، لا نبحث في إعادتها مرة أخرى، لا نبحث في إعادتها. أنا ذكرت أن معناها السبب، سبب دخول إلى النار، ثم أنت لم تأتي بشيء جديد. قلت لا هذا خطأ. طيب ما الصواب؟ قلت يدعونه إلى النار. ما هذا هو المبحث الذي نبحث عنه، نبحث عن معناه. فلم تأتي بجديد ولم تخطئ القول وتبين علته، وتريد أن تقفز هذا كله ثم تنتقل إلى ماذا؟ إلى ما قررت في ذهنك أنه معناه أنهم أهل نار. ممكن هذا اللي قررت في ذهنك، هذا اللي أنا فهمت منك. ثم قررت أيضا شيء آخر: كيف تتبعون هذا الرجل الذي هو من أهل النار؟ فحاول أنك ترتب ذهنك ترتيب منطقي ثم تأتي تناقشني أنا. أما بالطريقة هذه ما راح أقبل النقاش معك. كن موضوعيا مرتبا، ننتقل من معنى الحديث إلى إلزامات الحديث، ثم ننظر هل نحن نلتزم بهذه الالتزامات أو لا. تفضل، هذا ما لدي. يا الله، اللهم صل على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على دائه من الأولين والآخرين. طيب الآن راح أختصر فقط مايك واحد. هل نص قول رسول الله صلى الله عليه وآله ينص ويوضح بأن فئة معاوية وفئته يدعون إلى النار أم لا؟ يوضح هذه المسألة. تفضل لك المايك. أنا طلبت منك تشرح الحديث ومع ذلك ما شرحت الحديث. الحديث ما فيه زيادة شرح. معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم طاعتهم سبب لدخول النار، لأنها مشاقة لولي أمر المؤمنين وهو علي بن أبي طالب، سبب في دخول النار.
أنا ما أدري، عندك فهم ثاني تفضل هات فهمك، لأن لابد تقدير مضمر في الحديث، لابد من تقدير مضمر في الحديث، مثل قول الله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم. ماذا حرمت علينا؟ أكلهن أو بيعهن أو ماذا؟ نكاحهن. فهنا لابد من وجود مضمر في الآية، وهذا كثير جدا في نصوص الكتاب والسنة. والزاني والزانية فاجلدوهما. طيب ليش نجلد الزاني؟ لزنا. طيب هنا في لام تعليل؟ لا ما في، لكن لابد من وجود مضمر وهو لام التعليل لملاصقة الحكم بالوصف. التصاق الحكم بالوصف يدل على العلية. يا الله اللهم صل على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. حبيبي أعتقد سؤالي جدا جدا واضح، والكل الآن يعرف ما معنى سؤالي، ويا ريت أنه تكون إجابة أيضا مختصرة عن هذه المسألة، وحسب أيضا حسب نص قول رسول الله صلى الله عليه وآله. الفئة الباغية فئة معاوية ابن أبي سفيان، هل دعت عمار بن ياسر إلى النار أم لم تدعيهم إلى النار؟ تفضل لك المايك. أنت تريدني أشرح الحديث أو تريدني أقول ما تريد؟ أنا ودي أنك تحدد لي. تبيني أقول اللي أنت تريده؟ أن تريدني أجتزئ الحديث وأقوله على أنه شرحا، أو تريدني أني أقول حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني أنا حاولت أعطيك خيارات كثيرة الآن، أقول لك عطنا فهمك للحديث، إحنا نتناقش في فهمك. قلت لك هذا في شرحي، قلت لك تريدني أجتزئ لك الحديث وأعيد على أنه شرح للحديث، ثم تفهمها أنت بما تشاء وتقتطع هذه القطعة وتسجلها وتنشرها. يعني أنت تريد هذا؟ تريدني أعيد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عدت حديث رسول الله. الحديث أنت نزلته في صورة من صحيح البخاري: ويح عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. هذا نص الحديث، هذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. شرح الحديث: ما معنى الدعوة هنا؟ الدعوة معناها سبب في دخول الجنة، وهنا سبب في دخول النار. لماذا؟ لأن فيها مشاقة لأمير المؤمنين. فأنت مخير، تريدني أعيد الحديث أو تريدني أعيد التفسير. لكن أعيد الحديث على أنه تفسير، لا، هذا أنا لن ألتزم به، ما تمشي عليه هذه، ما تفوتني. وقد ثبت صحة هذا الحديث عند جميع المسلمين الذي ينص ويقول: وقد ثبت صحة هذا الحديث عند جميع المسلمين الذي ينص ويقول ويح عمار تقتله الفئة الباغية، ويح عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة، أي بمعنى أنهم هم على حق، وفرقة أمير المؤمنين على الحق، وهذا معلوم للجميع أيضا، ويدعونه إلى النار. رسول الله صلى الله عليه وآله يقول وبالنص أيضا: ويدعونه إلى النار، أي بمعنى أن فئة الباغي، فئة معاوية ابن أبي سفيان، كانت تدعو إلى النار في معركة صفين بنص قول رسول الله صلى الله عليه وآله. إذن هنا تبين للجميع الموجودين هنا بأن معاوية وفئته كانوا في حرب صفين كانوا ماذا؟ يدعون إلى جهنم،
وبئس المصير. فأعتقد الآن هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وآله بين أيدي، والحكم هم الموجودين، وقد يعني ثبت بأن فرقة الباغية بنص قول رسول الله، والفرقة التي قتلت الصحابة، يعني أينكم الآن الذين تدافعون عن الصحابة؟ من قتل عمار بن ياسر؟ ألم يكن من الأول؟ على كل حال السؤال أكرره، هل كانت فرقة الباغية فرقة معاوية في حرب صفين هل هي كانت تدعو إلى النار أم لا؟ تفضلت المؤمن. أنت الآن أضعفت دلالة الحديث، أضعفت دلالة الحديث دون أن تشعر. أنا أقول لك كيف أنت أضعفت دلالة الحديث. أنت قلت يدعوهم إلى الجنة أي إلى الحق، أي أن معه الحق. إذن ملزوم هذا القول يدعونه إلى النار أي ليس معهم حق. هذا معنى كلامك، لأن الجملتين متقابلتين متطابقتين في النتيجة. يدعونه إلى الجنة إلى النار، فإذا أبدلنا مكان الجنة الحق مثل ما اخترت أنت، يكون نبدل مكان النار ماذا؟ الباطل. تدري ايش معنى هذا الكلام؟ معناه أنه مصيب عمار، وهؤلاء الفرقة الثانية مخطئة، لكن خطأها هذا لا يدخل النار، باطل. مثل الاجتهاد، نجتهد في مسألة فالمصيب له أجران والمخطئ له أجر. أنت أضعفت الدلالة بقولك أنت، دلالة ما تريده أنت طبعا، وهذا دليل أنك غير عارف في معاني الألفاظ، فأضعفتها دون أن تشعر. قلت عمار يدعوهم إلى الجنة أي إلى الحق، يعني معه الحق. إذن هؤلاء الفرقة الثانية ليس معهم حق، فكلهم مجتهد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. آسف أخوي طمرت على المايك بس لأن الوقت تأخر. طبعا هذه زيادة يدعوهم إلى النار ويدعونهم إلى الجنة، هذه من إدراجات الزهري كما قال كثير من علماء أهل السنة، فخلي الأخ يبلها ويشرب ميته، لأن لا تثبت هذه الزيادة، هي من إدراجات الزهري، قال بذلك كثير من علماء أهل السنة. جزاكم الله خير. وللمرة الخامسة تريد أني أعيد لفظة يدعونه إلى النار على أنها شرح، معناها يعني أنه يدعوهم إلى النار. فإما أن تنتقل لنقطة أخرى ولا لا تناقش. جزاك الله خير. معني ودي أني ننتظر شوي حتى نرى معناها عندهم. معروف الإدراج هو ما يدخله الراوي في الحديث، والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. هذا معنى المدرج، أي أدرجه الراوي، أدخله زيادة كشرح إلى الحديث. لكن حنا الحين معناها ما خلصنا منه عشان نثبت المدرج. يا الله، اللهم صل على محمد وآل بيت الطيبين الطاهرين. طبعا الآن أعتقد الشيء الذي أريد أن أوصله هو حديث رسول الله صلى الله عليه وآله الصحيح، الحديث الصحيح. وأعتقد طبعا يعني الآن أصبح واضح للجميع هذا الحديث، ولغايتي أنا الغاية والهدف من هذا الحوار إيصال هذا الحديث النبوي الشريف اللي هو ثابت عند الجميع. طيب، وأيضا أعتقد الكل هنا اللي موجودين يلاحظوا كيف أنه الانتصار ومحاولة الانتصار إلى معاوية بشتى الطرق، الذي هو في موقفه هذا خرج على
الإمام علي عليه السلام وقاتله، وقتل أيضا جمعا من الصحابة، ومع ذلك يريد أن يضع مخرجا إلى هؤلاء. على كل حال هذا الحديث الآن واضح: ويح عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. هذا معنى هذا الحديث واضح جدا، واضح جدا للجميع. فئة معاوية فئة باغية، وهذا الذي أريد أن أوصل إليه. وأيضا هم يدعون إلى النار، وعمار وفرقته بطبيعة الحال يدعون إلى ماذا؟ يدعون إلى الجنة، والجنة بطبيعة الحال معلومة ومعروف للجميع. حبيبي الأنيق، هذه مسائل وأمور ثانية. تفضل إلى أي روم شيعي واسأل ما تشاء، ولا تنزل شيء على التكست. ترى ما فتحت شيء من اللي أنت تنزله، أغلبه مفتور ومدلس اللي تنزلونه وغير صحيح، أو فهمكم على خاطئ. فعلى كل حال إن شاء الله الآن وصل هذا الحديث النبوي الشريف وبين الفرق ما بينه، ووضح طبعا ما هو حقيقة معاوية بن أبي سفيان ومن هو، وأصبح هذه المسألة ثابتة للجميع. يا مدلس الحين تقول روح روم ثاني، ها روح جيب حديث صحيح. ماشي حبيبي، بعدين تعال ناقشك فيه. صالك ساعة متعب الرجال يا أخي، ما تبطلون التدليس اللي فيكم. هذه مدرجة يا حبيبي، هذه مدرجة أدرجها الزهري، شرح الحديث وقال يدعوهم إلى الجنة وهم يدعونه إلى النار. ماشي، جيب حديث عشان ما تدلس على خلق الله. صار له ساعة الرجال تعبان وقاعد يشرح لك. والحكم أيضا اللي موجود في هذا الروم. على كل حال إذا عندك مثلا، طيب لماذا الآن أنت تحاول يعني الآن أمام الجميع أن تبرأ، وكأنما تحاول أن تبرأ معاوية بن أبي سفيان في هذه المسألة؟ والله يا حبيبي أنا ما أعرف أكو كتاب أصح من البخاري أو مسلم. أصح كتابين عندكم البخاري ومسلم، فأنا أناقشكم بأصح كتبكم، ومكتوب عليه في أول كلمة صحيح البخاري. الحوار أعتقد مع الصميدة، وأنت يا ريت أنه تكون مستمع. واضح؟ يا ريت تكون مستمع لهذا الحوار. يعني أنت داخل تحاور بس عشان تقرأ الحديث؟ يعني لما ما توقعت هذا الرد مني والتفصيل هذا، قلت أنا الحمد لله بلغت الحديث للمجموعة. المجموعة تعرف صحيح البخاري وتعرف الحديث. لا تنزل شيء على التكست، لا تنزل أي شيء على التكست. على كل حال تفضل. وتعرف شرح الحافظ ابن حجر على الحديث، وتعرف قول ابن تيمية في الحديث، ما محتاجين انك تدخل. لكن انت اردت شيئا، اردت ان نفهم بمفهوم معين، ثم الان قلت انا اكتفي ان المجموعة عرفت الحديث، لا نعرفه قبل ان تضعك والدتك. انا والله طلت النفس معك ووسعت صدري، لكن ما أنت يعني ما معك شيء من العلم. روح تعلم بعدين تعال حاورني. هذا ليس لديه شيء، ويريد بس فرصة يتكلم ويتبجح وينتقل من موضوع إلى موضوع. أظن أني ما أعرف أنا يعني طريقة النقاش. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ثانيا حتى لو كان مدرج من قول الزهري، كفوك الطيب الله يبارك فيك، حتى لو كان مدرج من قول الزهري، يعني حتى معناه لا يعني ما يريده هو في ذهنه. هو يريد ماذا؟ أنهم في النار، يدعونه إلى النار، أي أنهم في النار. وهذا قطعا غير صحيح الكلام هذا.
يدعونه. لو أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم في النار كان قال ده لفظ آخر غير هذا.